بعشق البصل المخلل، مش قادره اقول لكم بحبه ازاي. تعالوا نخلله مع بعض، بس قبل ما نقول هنعمله ازاي ما تنسوش تصلوا على حبيبنا النبي. عاملين ايه يا حبايب؟ تعالوا بينا بقى النهارده نخلل مع بعض شويه بصل كده من اللي قلبكم يحبوا. اول حاجه كده انا رحت نقيت الرفيع على قد ما اقدر، يعني قعدت انقي كتير على قد ما اقدر. نقيت الصغير اللي قدامكم ده، هتقولوا لي كبير، هقول لكم ده كده يعتبر كان اصغر حاجه قدامي. عملت ايه؟ مسكته شطفته، وبعد ما شطفته طبعا اول ما جبته من عند الراجل شطفته، بعد كده اديته غلوه على النار، يعني غلوه واحده بس ما تزيديش عنها. وبعد كده مسكته كله، قطعت العنقود اللي فوق وقشرته زي ما انتوا شايفين كده. بس ما جبتوش بقى وانا بقشره، انا جبت لكم وانا مقشره على طول. تمام. اول مره اعمله بالطريقه دي، انا عامله بصل مخلل في فيديو قبل كده برضو كان حلو قوي، بس خلينا نشوف مع بعض الطريقه دي حلوه ولا لا. جبت هنا الجردل عندي، وابتدأت احط فيه معلقه كبيره من الشطه وثلاث معالق من الملح، او يمكن اكتر كمان، دخلت في اربعه. وربع كوبايه خل، ربع كوبايه خل. ونزلت بميه ساقعه من الحنفيه. ليه بقى ما حطيتوش في ميه سخنه؟ عشان انا مدياله غلوه، فهو اصلا مش متحمل ان هو يفضل في الميه السخنه. تمام. وعايزه اقول لك على حاجه، بعد ما تنزليه من على النار صفي منه الميه السخنه، ما تسيبيهوش منقوعه فيه. تمام. هنا بقى اهو خلاص عملت يعني قلبت كله مع بعض، وبعد كده هنزل بالبصل كله اللي انا مقشراه. عايزه اقول لكم البصل المخلل والخيار المخلل من احلى الحاجات اللي ممكن تخليليها في البيت، وهي واللفت. التلات حاجات دول فعلا بيبقوا تحفة، بس البصل والخيار اكتر كمان من اللفت. هنا خلاص اهو حطيت كل كمية البصل بتاعتي، وهبدأ اغطي عليها بقى واسيبها مع نفسها. مش هياخد وقت كتير لسبب ان انا غلياه على النار وعاملاه في ميه سخنه. بصوا شكله تحفة تحفة تحفة. وبألف هنا وشفا على قلبنا. بس كده ان شاء الله ان شاء الله. لو الفيديو عجبك متنسيش تحطي لي لايك جميل واشتراك جميل، واشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.